هل تساءلت يوماً عن أسرار الأناقة الخليجية؟ ذلك الزي الذي يخفي في طياته تاريخاً وثقافة وهوية. إنه الزي التقليدي للمرأة في الخليج العربي، حكاية من الأصالة والحشمة والجمال. في دول الخليج تتسم أزياء النساء بالتنوع رغم التشابه، فالرموز واحدة، لكن التفاصيل تختلف من بلد إلى آخر. العباءة، وهي الرداء الأكثر شهرة، ستر ووقار، لكنه في ذات الوقت ساحة للإبداع والتصميم. ففي السعودية تميل العباءات إلى البساطة والفخامة بلونها الأسود القاتم ونقوشها المحدودة الهادئة. أما في الإمارات فنرى العباءة المطرزة والفاخرة قد تزين بالكريستال أو الخيوط الذهبية، فتعبر عن الذوق والرقي. وفي الكويت والبحرين تظهر لمسة التجدد والموضة أكثر، فنرى تصاميم حديثة تحترم التراث وتواكب العصر. ولا ننسى الشيلة أو الغشوة، وهي غطاء الرأس التي تختلف خامتها وطريقة لفها من منطقة لأخرى. وفي بعض المناطق ما زالت البرقع حاضرة، ذلك القناع الذهبي الذي تغطي به المرأة جزءاً من وجهها، يجسد الغموض والجاذبية معاً. إن الزي التقليدي ليس مجرد لباس، بل هو هوية وثقافة وفخر ترتديه المرأة الخليجية في حياتها اليومية وفي المناسبات الرسمية كرمز للانتماء والتراث. وفي عصرنا الحديث أصبحت العباءة تتجدد بألوان وقصات عصرية تلبي أذواق الجيل الجديد دون أن تفرط في الأصول. فهل ترى أن الزي التقليدي في الخليج قادر على البقاء في ظل هذا التغير السريع؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليوصلك كل جديد من قصص الأناقة والتراث.